بص قانون نيوتن الثاني. قانون نيوتن الثاني يا معلم، اولا طول ما انت بتتحرك في قانون نيوتن الثاني حافظ انك شغال كل حاجه في المساله بنيوتن والداين. فلو عندك وزن ما تكتبوش، او لو عندك كتله ما تكتبهاش في قانون نيوتن الثاني الا لما تضربها في د اللي هي عجله الايه؟ عجله الجاذبيه. الاول الناس لو مش فاكره التحويلات قبل ما اتكلم على القوانين، القوه اللي عندك بتقاس بايه؟ يا بالثقل كيلو جرام يا بالثقل جرام، ومن هنا لهنا بضرب في 1000. طيب من ثقل كيلو جرام لحد نيوتن بضرب في كام؟ في 9.8. رايح النيوتن بتاع عجله الجاذبيه اضرب في 9.8. راجع من عند نيوتن بتاع عجله الجاذبيه اقسم على 9.8. طب لو القوه اللي عندك بالثقل عايز تحولها للداين اللي هو نظير نيوتن، من هنا لهنا بضرب في 980، من هنا لهنا بقسم 980. النيوتن بيشتغل بالكيلو جرام والمتر والثانيه، الداين بيشتغل بالجرام والسنتيمتر والثانيه. في الاخر عشان احول من نيوتن لايه؟ لداين بضرب في 10 اس كام؟ ليه 10 اس 5؟ يعني عشان احول من كيلو جرام لجرام بضرب في 1000 ده 3 اصفار، وعشان احول من كيلو جرام لجرام بضرب في 1000، وعشان احول من متر لسنتي بضرب في 100. فيبقى كام صفر؟ 5 اصفار. عشان كده بضرب في 10 اس ايه؟ في 10 اس 5. والتحويلات القديمه اللي انت عارفها من كيلو متر على الساعه لمتر على الثانيه بضرب في 5 على 18، والعكس بقسم. ومن كيلو متر على الساعه لسنتيمتر على الثانيه 250 على 9 والعكس بقى. طيب من التحويلات البسيطه اللي بتلخبط الناس، لو انت عندك حاجه بالثقل طن، لو انت عندك حاجه بالثقل ايه؟ طن، وعايز احولها لايه؟ لنيوتن، احولها ازاي؟ والله من الثقل طن للثقل كيلو جرام هروح اضرب في كام؟ في 1000. وبعد كده من الثقل كيلو جرام لنيوتن اضرب في كام؟ في 9.8. فيبقى التوتال بتاع الكلام ده كله ان انا عشان احول من ثقل طن لثقل لنيوتن هضرب الكلام ده كله في كام؟ في 9.8 في 1000. تمام؟ اخر مصطلح وبعد كده اتكلم عن قوانين نيوتن نفسها. والله لو ده جسم مكون من ايه؟ طن 2 3 4 اطنان، كل جزء من دول طن. اوقات بيديك حاجه اسمها ميم بار. ميم بار المقاومه لكل طن من الكتله. فيجي يقول لك والله اذا كان المقاومه لكل طن من الكتله بيساوي 25 ثقل كيلو جرام لكل طن. 25 ثقل كيلو جرام لكل طن. حد يشاور لكل طن. دي المقاومه بتاعت الطن الواحد. طب عايز المقاومه الكليه اضرب في عدد الاطنان. فالمقاومه الكليه بيساوي 25 ثقل كيلو جرام لكل طن لما اروح اضربها في عدد الاطنان اللي هو كام طن؟ 4. الاقي الطن راح مع الطن هيبقى 5 في 24 فيديك كام؟ 100. فالمقاومه للطن الواحد 25 يبقى المقاومه الكليه ب 100. وقمت عامل لك له قانون صغير مثلث شبه المثلثات بتاعت زمان ان المقاومه لكل طن بيساوي المقاومه الكليه على عدد الاطنان. المثلث اضرب واسم الكلام العبيط ده. نرجع للقوانين. قانون نيوتن الاول ما فيهوش مجهود، يعني قبل ما اتكلم في قانون نيوتن الثاني خليها في الاول. قانون نيوتن الاول ما فيهوش مجهود، في كلمه داله سرعه منتظمه، اقصى سرعه، الجسم ساكن. نيوتن اتعامل مع الجسم الساكن هو كانه الجسم اللي بيتحرك بسرعه منتظمه. ليه؟ قال لك الجسم الساكن ملوش عجله، العجله بصفر. كذلك الجسم اللي بيتحرك بسرعه منتظمه العجله بتاعته كام؟ بصفر. فنيوتن اتعامل يا سما مع الجسم الساكن زي الجسم اللي بيتحرك بسرعه منتظمه، سرعه ثابته، باقصى سرعه. كلها كلمات من الكلمات الداله على قانون نيوتن الايه؟ الاول. طيب في ايه كمان؟ مش هتلاقي كلمه تتناسب في الامتحان بالكامل الا في قانون نيوتن الاول. يقول لك اذا كان المقاومه تتناسب مع مربع السرعه، مش هتلاقي الكلمه دي في الامتحان كله الا في قانون نيوتن الاول. طيب الطبيعي بتاع قانون نيوتن الاول ايه؟ اني والله واحد بباجوت. ايه اللي بيوصل لتحت؟ الوزن. الوزن اللي هو ايه؟ كاف د. ايه اللي بيوصل لفوق؟ مقاومه الهواء في البشر. ففي الاخر الوزن اللي فوق بيساوي لتحت. اللي فوق بيساوي لتحت. قانون نيوتن الاول بيقول لك ايه؟ اللي فوق بيساوي لتحت واليمين بيساوي الشمال. اللي فوق بيساوي لتحت واليمين بيساوي الشمال. قانون نيوتن الاول طول ما هو شغال اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي الايه؟ بيساوي اللي تحت. دايما هتلاقي اللي تحت ايه مثلا؟ وزن، والناحيه الثانيه عكسه مقاومه هواء. هتلاقي مثلا معايا مش لازم تبقى مقاومه هواء، ممكن مثلا انت حذفت جسم في ميه، حذفت كوره في ميه، فالكوره هي نازله في الميه ليها وزن، وفي الناحيه الثانيه مقاومه السائل نفسه، فاللي معك بيساوي العكس
او ممكن تلاقي رده فعل الحاجه، فالوزن بيأثر في ناحيه وفي الناحيه الثانيه رد فعل، فاللي معاه بيساوي العكس، او اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي اللي تحت. او ممكن تلاقي مثلا جسم على مستوى باين، فساعتها الجسم نازل هنا بتأثير الوزن او كتله مركبه الوزن اللي هي كاف د ج ه لو الناس فاكره، ساعتها هنا في ايه؟ في مقاومه. فانا جمعت لك الثلاثه في كلمتين اللي هي خلاص دي الكلمات الداله على قانون نيوتن الاول فل. القانون نفسه المقاومه تتناسب مع مربع السرعه، بعمل ايه؟ ميم واحد على ميم اتنين عين واحد تربيع على عين اتنين تربيع، لان هو قال لي مع مربع السرعه. ريحني بقى بالله عليك. ايه ميم اتنين دي؟ السرعه في لحظه معينه. طلبت معايا قيس المقاومه، اسف المقاومه في لحظه معينه، طلبت معايا قيس المقاومه في لحظه ما. ايه عين اتنين اللي قدامها؟ السرعه في نفس اللحظه ما اللي هو بيدرسها. هو قال لك في لحظه كانت المقاومه ب 10 ما كانت السرعه ب 50. يبقى دي الميم ودي العين. معايا؟ طب ايه الميم دي؟ دي اهم واحده. وايه العين اللي قدامها؟ مهمه زيها. العين اللي قدامها دي عين بتاعت اقصى سرعه. بدل اقصى سرعه يبقى تربطك ان الميم دي هي الميم اللي هتيجي من قانون نيوتن الايه؟ الاول. خلاص؟ يبقى تاني بقول ان المقاومه دي المقاومه كم 7 جنيه. دي المقاومه عند لحظه معينه وقدامها السرعه عند لحظه معينه. طب ايه دي؟ دي المقاومه عند اقصى سرعه، يبقى دي المقاومه اللي هتيجي من قانون نيوتن الثاني. فبص انا عامل لك ايه؟ كاتب لك بما انها من قانون نيوتن الاول، بما انها جايه من قانون نيوتن الاول فهتلاقيها يا اما بتساوي ق مثلا عربيه بتتشد قوه في الناحيه الثانيه مقاومه، او بتساوي رد فعل لو هو رد باراشوت مثلا او سائل في ميه، او هتساوي واو جاهي لو هي مستوى ايه؟ لو هي مستوى ميه. امسك يا باشا اي امتحان، امسك اي مسائل على قانون نيوتن الاول مش هتلاقي حاجه خرجت بره النطاق ده. صلى على النبي. يلا اهو قانون نيوتن الاول بشتغل بيه لو الجسم ساكن. قانون نيوتن الاول لما الاقي الجسم ايه؟ الجسم اللي عندي ساكن، الجسم اللي عندي باقصى سرعه، الجسم اللي عندي بسرعه منتظمه، خلاص ده كله قانون نيوتن الاول. وانا بشتغل في قانون نيوتن الاول اخلي بالي من ايه؟ ان انا لو عندي قوه مايله زي كده بزاويه اسمها اهي احللها، الواي بياخد جتا والبعيد ياخد ايه؟ ياخد جا. طيب هو الطبيعي يعني بتاع اي جسم محطوط على مستوى افقي او بيتحرك على مستوى افقي بسرعه منتظمه، ايه اللي بيأثر عليه؟ اكيد بيتأثر عليه قوه هنا بتحركه، بيأثر عليه مقاومه، في فوق ثابت دايما رد فعل، في ثابت تحت دايما مين؟ قوه الوزن. فاليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي الايه؟ بيساوي اللي تحت. الجسم على مستوى مايل، طبعا انت عارف ان الجسم على مستوى مايل وده ليه شغله يعني. خلينا بس ايه نقول ان القوه اللي بتأثر بيساوي واو جاهي او المقاومه بيساوي واو جاهي، وهتفهمها اكتر في قانون نيوتن الثاني. يلا يا باشا ابدا حل كده ساعدني. هنا بقول لي ايه؟ بقول لي في شكل مقابل الجسم يتحرك بسرعه ايه؟ محترم وابن ناس محترم، قانون نيوتن الاول. الجسم يتحرك بسرعه ثابته، قانون نيوتن الاول، يبقى المفروض ان الاثنين دول بيساوي كام؟ فاكيد ده معناه ان قاف 2 دي اكيد بكام؟ ب 160. والمفروض ان دي بيساوي الاثنين دول، هم دول بيساوي كام؟ بيساوي 420 ودي بيساوي 2 قاف، لما اقسم على الاثنين يبقى القاف بيساوي كام؟ كلام فاضي. تعالى هنا والكلام الفاضي ده هو اسئله كتاب المدرسه. تعالى هنا المفروض ان اليمين قد الشمال. اولا اقرا السؤال الاول ده غباء. اذا كان الجسم ايه؟ شكرا قانون نيوتن الاول، يبقى اليمين قد الشمال واللي فوق بيساوي اللي تحت. دي بكام؟ ب 40 ودي بكام؟ فدي ب 30. مش انت لسه جايب دي ب 30؟ 30 و20 يبقى دي ب 50، يبقى الحلوه دي كمان بكام؟ ب 50. على اللي بعده. بص هنا بيقول لي ايه؟ هنا بيقول لي في السؤال بيقول لي سياره كتلتها 4 طن. حبيبي يبقى دي الكاف. دي كده الكاف. تتحرك على طريق افقي بسرعه منتظمه برنس قانون نيوتن الاول، فاذا كان قوه المحرك بيساوي 20 ثقل ودي قوه، فان مقاومه الحركه لكل طن وعايز مين بار اللي هي المقاومه لكل طن. طيب اقول له بما انه قانون نيوتن الاول اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي اللي تحت، وهو ماشي على الطريق مفيش غير قاف مؤثره ومفيش قدامها غير الناحيه الثانيه غير مقاومه مؤثره، فاليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي اللي تحت. ايه اللي فوق؟ رد الفعل والوزن، بس انا مش عايزه. فالقاف بيساوي الميم. القاف عندك بكام؟ 120 صح؟ يبقى الميم كمان بيساوي كام؟ بس الميم دي عباره عن المقاومه الايه؟ كليه. انا عايز ميم ايه؟ بار. بقسمها على عدد الاطنان، فاما اقسم ال 120 دي على كام طن؟ على 4 طن، تطلع المقاومه معايا بكام؟ 30 ثقل كيلو جرام لكل ايه؟ لكل طن. تعالى هنا
يلا ساعدني. سيارة كتلتها كام؟ 3 طن، تتحرك على طريق افق بسرعه ايه؟ منتظمه، قانون الاول. على فكره من امتع الاجزاء اللي تحل عليها. فكانت المقاومه بيساوي 75 ثقل لكل طن، دي ايه؟ دي مين بار اللي هي المقاومه لكل طن، اضربها في عدد الاطنان فبقى عندي المقاومه الكليه 75 في كام؟ في 3 ب 225. طيب فإن قوه المحرك، مش العربيه ماشيه هنا في ايه؟ قاف، وهنا في ايه؟ اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي اللي تحت، يبقى القاف بيساوي الميم. الميم احنا لسه جايبينها ب 225، يبقى القاف كمان ب 225 ثقل. مفيش لكل طن دي 225 ايه؟ ثقل. خد بالك ان هو عايز ينتج بالايه؟ بالثقل. لو كان عايز ينتج بالنيوتن اروح رايح للنيوتن بتاع عمه بتاع الجاذبيه بتاع التفاحه اضرب في 89، راجع من عنده اقسم على كام؟ على 89. وخد بالك ان قانون نيوتن الاول مش هيبقى فيه تحويلات، هو دايما بيدالك تشتغل بالثقل فبتطلع الناتج بالثقل وخلاص. قانون نيوتن الثاني اللي بيجبرك لان هو عايز الكفتين نيوتن. تعال هنا، جسم وزنه كام؟ 20، يهبط بسرعه ايه؟ قانون اول، على مستوى يميل بيساوي كام؟ فان مقدار المقاومه هو الجسم ده وهو نازل، ايه اللي بيأثر عليه؟ بيأثر عليه لتحت كاف د ج ه، ودي ثابته، وبيأثر عليه لفوق ايه؟ المقاومه. اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي اللي تحت، فهنا المقاومه بتساوي كاف د ج ه. فالمقاومه كاف بكام؟ في ج ه. مستر هو انت ما كتبتش الدال ليه؟ لان لو كتبت الدال اللي هي عجله الجاذبيه يبقى انا طلعت الناتج بالنيوتن، وهو عايز الناتج بالايه؟ بالثقل. ناس معايا؟ ما هو الكتله اللي عندك لو ضربتها في عجله الجاذبيه هتديك الوزن بالنيوتن، فانا شلت الايه؟ الدال عشان ابعد على ان القانون او الناتج يبقى بالنيوتن، لان هو في الاخر عايز الناتج بالايه؟ بالثقل. قاطره تجر قطار، ده كل حصه. قاطرات بيشدوا بعض على طريق افق بسرعه منتظمه، قانون نيوتن الاول. فاذا كانت الكتله كام؟ 250 طن، وقوه القاطره كام؟ 2000، فان مقدار المقاومه اولا قانون نيوتن الاول، يبقى اللي معاه بيساوي العكس، يبقى القاف بيساوي الميم. القاف اللي عندك بقى 2000، يبقى القاف بيساوي الميم، يبقى الميم كمان بقى 2000، بس هو عايز ايه؟ المقاومه لكل ايه؟ طن، بقسم على عدد الاطنان، فهو وهذا بقسم على عدد الاطنان اللي هو كام طن؟ طلعت بكام؟ ب 8 ثقل كيلو جرام لكل ايه؟ لكل طن. تعال هنا اهو 3 دي اهو، دلع يهبط، مش حلوه؟ يهبط مظلي رأسيا بسرعه منتظمه، قانون نيوتن الاول. فاذا كان الوزن الكلي بكام؟ 85، فان مقدار المقاومه مقاومه الهواء لفوق، اللي معها بيساوي العكس، او اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي اللي تحت، يبقى 85 زيها. طب القوه معدنيه في سائل، انا عارف هو هيتكلم في ايه، يبقى الوزن بيساوي مقاومه السائل على طول. ثواني شيل بتاعنا. طابت قوه معدنيه في سائل، فهنا بيقول لي ايه؟ اذا كان وزنها كام؟ 130، تحرك رأسيا للاسفل في سائل، وجد انها تقطع مسافات متساويه في ازمنه متساويه. حويط كده هو شبح بسرعه منتظمه، قانون نيوتن الاول. فهنا قوه المقاومه اللي هنا بيساوي اللي هنا، او الوزن بيساوي المقاومه، والوزن بكام؟ ب 130. اخليه زي ما هو 130 لان هو عايز الناتج بالثقل ايه؟ جرام. ما راحش اضرب في 980 عشان اطلع الناتج بالداين. سؤال الامتحان طبعا، ده سؤال الامتحان. بص انا بقول لي يهبط جندي مظلات، فاذا كان وزن الجندي 90، ركز بقى، اولا الوزن بكام؟ 90، ما كملش، يبقى رد فعل المظله 90 اللي هي مقاومه، يعني مقاومه الهواء، فده معناه اهو جنبيه اهو مقاومه الهواء بيساوي كام؟ ودي اللي جايه من قانون نيوتن الاول. وكانت مقاومه الهواء تتناسب مع مربع السرعه، وكانت اقصى سرعه بكام؟ اقصى سرعه دي مع المقاومه دي، صح؟ مش احنا اتفقنا اقصى سرعه اللي بتيجي من مقاومه قانون نيوتن الاول؟ الناس معايا؟ مش فاهمه يا جماعه؟ كل سيب اللي في دي. هنا في القانون قلنا ايه؟ قلنا عندي مقاومه في لحظه معينه وسرعه في لحظه معينه. المقاومه اللي هتيجي من قانون نيوتن مع اقصى سرعه. رجعنا للمساله. جندي وزنه كام؟ 90، متعلق بمظله، بدل في مظله وفي هواء يبقى في مقاومه هواء. فانا عارف ان القوه بتاعت وزنه 90 يبقى مقاومه الهواء بيساوي كام؟
اللي هو اللي فوق بيساوي اللي تحت، فدي المقاومه اللي جايه من قانون ايه؟ نيوتن، فيلزمها مين؟ يلزمها اقصى سرعه. اقرا السؤال بسرعه كده. واذا كان اقصى سرعه بيساوي كام؟ 15. يبقى دي تخص دي. ها؟ اقرا الجمله اللي بعديها. فان مقاومه الهواء عندما تكون السرعه بكام؟ ب 10. يبقى دي مقاومه معينه في لحظه معينه. مقاومه معينه في لحظه معينه. عينيا ابدا اقول له ايه؟ م 1 على م 2 بيساوي عين 1 تربيع على عين 2 تربيع. يا باشا ركز كده دقيقه. ايه العين دي؟ دي اقصى سرعه اللي هي بكام يا معلم؟ 15. يتكتب قدامها مين؟ المقاومه اللي هي بكام؟ عشان دي اللي جت من قانون نيوتن الايه؟ الاول. ايه المقاومه دي؟ اللي هو عايزها في لحظه ما، عندما كانت السرعه في نفس اللحظه ما بكام؟ ب 10. اعمل ايه؟ مقص وهات الناتج. تعالى هنا. هنا بيقول لي تهبط مظله راسيا الى اسفل. خلاص ما تكملش. ما تكملش. يبقى الميم بيساوي الواو. صح؟ يبقى ميم بيساوي الواو. ميم الاولانيه. كمل. إذا كانت مقاومة الهواء تتناسب تقضيها مع مربع السرعة قانون نيوتن الأول، ومقاومة الهواء بيساوي 4/9 من الوزن، يبقى دي المقاومة في لحظة ما. المقاومة في لحظة ما كام؟ 4/9 واو. عندما كانت السرعة بكام؟ ب 12. يبقى دي السرعة في لحظة ما. يبقى هو اداني المقاومة في لحظة ما كانت 4/5 من الوزن. واداني السرعة في نفس اللحظة اللي أنا ما أعرفهاش كانت ب 12. اوجد أقصى سرعة. خد بقى معايا. دي ايه يا معلم؟ دي المقاومه في لحظه ما، ودي قدامها ايه؟ السرعه في لحظه ما. طب دي ايه المقاومه دي؟ حطيت مكانها الواو اللي هي جت منين؟ من القانون. لو المقاومه بيساوي الوزن. وهنا السرعه دي انهي سرعه؟ اقصى سرعه. صح؟ مش المقاومه اللي جت من القانون اللي هي الواو؟ مش احنا لسه قايل مين بيساوي الواو؟ فده معناه ان دي المقاومه اللي جايه من القانون، يبقى قدامها ايه؟ اقصى سرعه. اعمل ايه؟ مقص، لان انا هشيل مين مع مين؟ الواو مع الواو. اعمل مقص وخد الجذر، تطلع معاك العين بكام؟ 18 كيلو متر على الساعه. خد بالك ان السرعه الاولانيه لو بكيلومتر على الساعه، لما تعمل مقصاتك السرعه الثانيه بكيلومتر على الساعه. بعد ما تحل كل سؤال ركز، لان هتلاقي راجل مشتغلك سايبك تحل وتجيب الناتج وانت ماشي كل حاجه بالسكر كيلو جرام، والدنيا بالنسبه لك تلاقيها كاتب لك في الاخر ايه؟ نقط ضايعين. فانت خلاص السؤال كله وقع كله. فركز لوحدك. دي نفس الكلام. تعالى هنا. التحويلات اللي انت محتاجها اهي. يلا قانون نيوتن الثاني. انا فاهم معايا تفتكر كل كلمه هقولها دلوقتي. قانون نيوتن الثاني. قانون نيوتن الثاني اللي مع ناقص العكس بيساوي كف ج. هقول لك بس حاجه سريعه. هو قانون نيوتن الاول مشتق من قانون نيوتن الثاني. ايه قانون نيوتن الثاني؟ مع الجلب. اللي مع ناقص العكس بيساوي كف ج. فاللي مع ناقص العكس بيساوي كف ج. ده قانون نيوتن الايه؟ الثاني. هو اصلا قانون نيوتن الثاني وقانون نيوتن الاول حاجه واحده. ازاي يا عم ما كانش فيه كف ج؟ في الاولاني السرعه منتظمه فكانت الج بكام؟ فلما اودي دي بعكس الاشاره يبقى اللي مع بيساوي الايه؟ العكس. هو قوانين نيوتن كلها حاجه واحده. الاول والثاني. بس خلينا ماشيين عادي عشان ما تلخبطش. قانون نيوتن الثاني بيقول لك ايه؟ اللي مع ناقص العكس بيساوي كاف ج. اللي مع ناقص العكس بيساوي كاف ج. وخد بالك ده بقى يا باشا انا مجبر اتحرك كل حاجه بالكيلو جرام والمتر والثانيه عشان تبقى بالنيوتن، او بالسنتيمتر والجرام والثانيه عشان تبقى بالداين، ولما يجي لك وزن اضربه في عجله الجاذبيه. والتحويله لو تقع منك هنا الموضوع انتهى. تمام؟ المستوى المائل. المستوى المائل فيه ثوابت. ايه الثوابت اللي فيه؟ اهي. في هنا ايه دايما؟ كاف د ج. وفي هنا ايه؟ كاف د ج اهي. وهنا في ايه؟ ر. وبخط صغير كده هنا في كاف د اللي هو الوزن. تمام؟ خد بالك 1 2 3 دول ثوابت. دول ثوابت مش هيتغيروا. 1 2 3 الحاجات دي ثوابت، يعني هتفضل موجوده دايما ايا كان الوسط بتاع المستوى المائي. طيب ايه الاحتمالات اللي عندي بقى؟
الاحتمالات اللي عندي يا معلم ان يبقى في قوه هنا، فدي مباشره حبيبي محترم، يا اما يا يا اما في قوه هنا كده بس قوه مايله، فانا اضطر اروح احللها، الواي بياخد جتا والبعيد ياخد جا، فتحلل فين وفين؟ ركز، هتحلل جزء هنا وجزء هنا. وخد بالك لو قال لك ان دي قوه ايه؟ افقيه، الزاويه دي هي الزاويه دي عشان في حرف اف. طيب لو قوه هنا هتتحلل جزء هنا وجزء هنا. تمام؟ مصطفى وانا ببدا السؤال جهز كاف ده الجتا اهي، كاف ده الجا اهي اهي، وابدا اقرا السؤال بقى من اول وجديد. ابدا اقرا السؤال من اول وجديد. تمام؟ انا مثبت دول قبل اي حاجه. بص يا معلم، فلو في قوه مايله حللها، الواي بياخد جتا والبعيد ياخد جا، وابدا اشتغل على المحاور. الرسمه انا عايز هنا كده محاور باينه والنقطه دي واضحه بالنسبه لك اهي، النقطه دي كده واضحه بالنسبه لك. طيب ده لو مستوى املس، لو مستوى خشن، لو مستوى خشن هتبقى هي نفس الرسمه بس هيزيد عندك احتكاك. لو الجسم هينزل لتحت ساعتها احط ايه؟ حاجه اسمها ح كاف فوق اللي هو احتكاك حركي. طب لو الجسم هيطلع لفوق يبقى احط حاجه مكانها اسمها ايه؟ ح كاف، لان الاحتكاك عكس اتجاه الحركه المتوقع او عكس اتجاه الحركه. فلو الجسم طالع الاحتكاك لاسفل، لو الجسم نازل على النار الاحتكاك لايه؟ لاعلى. تمام؟ طيب والاحتكاك بيتفك ايه؟ الاحتكاك بيتفك، ركز بقى، مثلث اهو، الاحتكاك بيتفك م كاف في م كاف اللي هو معامل الاحتكاك الحركي في ر اللي هو رد الفعل. طيب احنا قلنا قانون نيوتن التاني بيقول لك ايه؟ اللي مع ناقص اللي عكس بيساوي كف ج، واللي فوق بيساوي اللي ايه؟ اللي تحت. امتى اشتغل باللي فوق بيساوي اللي تحت؟ كاتبها لك لو عايز ايه؟ رد الفعل. فمعلش اسمع عشان الكلمه هتفرق. اول ما تلاقي نفسك بتعامل في مستوى خشن يعني في احتكاك، جهز رد الفعل الاول. حلل المايل ده اساسي، بعد كده جهز رد الفعل من القاعده بتاعت اللي فوق بيساوي الايه؟ بيساوي اللي تحت. تمام؟ جهز رد الفعل عشان اقدر اقول له اللي فوق بيساوي الايه؟ بيساوي اللي تحت. فل؟ ماشي. يلا يا باشا. يلا الكلام البسيط الاول. جسم كتلته كام؟ 5 كيلو جرام. يكون وزنه ايه؟ عد معايا بقى بدل الحاجه 1000. اولا جسم كتلته ايه؟ يكون وزنه 5 ثقل كيلو جرام، او يكون وزنه اضرب الخمسة في 9 و8 فساعتها هجيبها بالنيوتن، او اضربه في 1000 فحوله بالكيلو جرام فيبقى ثقل جرام، او اضربه في 1000 فحوله بالثقل جرام واضربه في 980 فحوله بالداين. ما هو اي وزن او اي قوه ليها كام وحده؟ 4 المعتادين يعني، نيوتن داين ثقل كيلو جرام ثقل جرام. هنا جسم كتلته كام؟ 5. يكون وزنه بيساوي، الوزن بيساوي كاف د اللي هي 5 في 9 و8 اللي هتطلع معايا بكام؟ 49 نيوتن. تعالى هنا جسم كتلته كام؟ 8. يتحرك راسيا الى اعلى. ضحى دلوقتي قالت لي ايه؟ هو في المستوى المايل اعرف الجسم بيتحرك لفوق ولا لتحت ازاي؟ قبل ما احل مساله مستوى مايل معلش هستاذنك، هتجهز الحاجات الثابته بتاعتك. في هنا ايه؟ كاف ده الجا اهي ومش عارف كاف ده الجتا اهي، انا ماليش دعوه، انا مش عايز اشوف الحاجات دي قدامي. انا عايزك تعمل رسمه معفنه ملحوسه كلها كاف ده الجا اهي وكاف ده الجتا اهي وانت مش شايف منها حاجه، وبعد كده تحسب ده فيطلع معاك بكام؟ ب10. تحسب ده فيطلع معاك بكام؟ 13. مش عارف تحسب ده فيطلع معاك ب7 وده يطلع معاك ب7 مثلا. فبقى عندك رسمه نظيفه، فاكيد فين اتجاه الحركه؟ ما هو لو ده 13 وده 10 يبقى اتجاه الحركه الاعلى. فبعد ما تسقط كل الداتا بتاعتك شيل لي كل الخرا ده وحط لي مكانه ايه؟ رقم، بحيث ان انا اشوف اللي معاه ناقص العكس بيساوي كام فيه. تعالى هنا. جسم كتلته كام؟ 8 كيلو جرام. يتحرك راسيا الى اعلى بعجله تحت تاثير قوه تعمل في اتجاه الحركه مقدارها كام؟ 12. طيب اللي هو وصفه لك ده كاني بشيل كرسي. لما اشيل الكرسي ايه اللي هيحصل؟ في قوه بتاثر لايه؟ لاعلى، وفي وزن بيأثر لايه؟ فاللي مع قوتي ناقص اللي عكس وزنه
بيساوي كاف في ج اهو. اللي مع قوتي ناقص اللي عكس وزنه بيساوي كاف في ج. الكاف موجوده ودي موجوده ودي موجوده، بس خد بالك ان القوه اللي عندك كانت 12 ايه سكر، فانا ضربتها في كام؟ 9.8. ليه؟ قانون نيوتن الثاني كل حاجه فيه بالنيوتن. مش باقي غير الجيم. احسب الليله دي واقسمها على 8 هجيب الجيم. تعالى هنا يلا. بص يا معلم، انت عارف قوانين نيوتن او قوانين الحركه؟ يساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف، وف بيساوي عين صفر ن زائد نص ج ن تربيع. طب قانون نيوتن عباره عن ايه؟ اللي مع ناقص اللي عكس بيساوي كاف في ايه؟ في ج، صح؟ صل على النبي. الراجل ده يعمل كالاتي: يا اما هيخليك تشتغل بالقانون اللي تحت، فتجيب مين؟ الجيم، فتعوض بالجيم في القوانين الثلاثه اللي فوق، فتجيب اي حاجه منهم، سرعه نهائيه سرعه ابتدائيه. او يخليك تشتغل بالقوانين دي، فتجيب انت مين؟ الجيم، وتعوض بيها تحت تجيب اي حاجه في القانون الثاني. فدايما خلي الشكل ده قدامك. هو هيخليك تشتغل بالجزء اللي فوق وبعد كده تنزل الجزء اللي تحت، او تشتغل بالجزء اللي تحت وتطلع للجزء اللي فوق. تعال هنا يلا. اصل القوه مقدارها كام؟ على جسم ساكن. ساكن يبقى سرعه ابتدائيه بكام؟ صفر. عارف انت اللحظه الاولى تفتكر ان جسم ساكن يبقى قصده قانون نيوتن الاول. لا. ليه لا؟ لان بعد ما تقرا هتلاقي الجسم سرعته بتزيد. على جسم ساكن كتلته بكام؟ ب4، يبقى دي الكاف. وهنا كانت القوه بكام؟ ب8. فان السرعه التي يكتسبها، يبقى عايز السرعه النهائيه التي يكتسبها بعد 5 ثواني، يبقى هو عايز مين؟ الزمن، او مديني الزمن. اولا هو عايز ايه؟ واحده واحده. هو عايز ايه؟ سرعه نهائيه، ومدي ايه؟ زمن. لو رجعت للقوانين سرعه نهائيه مع زمن يبقى القانون ده، صح؟ سرعه نهائيه مع زمن يبقى ده حبيبي. سرعه نهائيه مع زمن يبقى القانون ده اللي هو ايه؟ عين بيساوي عين صفر زائد ج ن. وكده كده انا هشتغل بقانون نيوتن الثاني اللي هو ايه؟ اللي مع مفيش عكس، لان هو ما جابش صيغه مقاومه، ما قالكش غير ان في قوه بتاثر. فاللي مع ناقص اللي عكس بيساوي كاف في ج، صح؟ فالمفروض اقول له ايه؟ يبقى القاف يا اما هشتغل بده يا اما هشتغل بده. هشتغل باني والله مش عارف. تعالى نبدا بده. عين، بس خليك ناصح، هو عايز السرعه الايه؟ النهائيه. يبقى انت كده هتشتغل بده الاول. حد فاهم؟ مش انا هشتغل فوق وانزل تحت يا العكس. لو هو عايز السرعه النهائيه اللي هي فوق، يبقى انا هشتغل تحت واطلع فوق والعكس. فهنا هشتغل تحت. قاف اللي هي بكام؟ ب8 نيوتن محترم مداني بالنيوتن، بيساوي كاف اللي هي 4 في الجيم. قسم 8 على 4 تطلع معايا الجيم بكام؟ كده جبت العجله. اطلع فوق. عين النهائيه بيساوي عين الابتدائيه اللي هي بكام؟ لانه الجسم ايه؟ زائد الجيم. الجيم اللي احنا لسه جايبينها بكام؟ في النون اللي هي كام؟ هيطلع معاك الناتج كام؟ 10. تعالى هنا. جسم كتلته 10 كيلو جرام. الرسمه اللي قدامك دي هنا قايل لك ان العجله مقدارها كام؟ 2 وبتاثر لايه؟ لتحت. تقول لي معلش هو ازاي القوه بتاثر لفوق والعجله واتجاه الحركه لتحت؟ الكرسي وهو فاضي انا شلته، فكانت القوه الاكبر، فالقوه ناقص الوزن بيساوي كاف ج. خلاص؟ الواد كمان قاعد على الكرسي مش عارف اشيل، فاقول له والله لا، ساعتها انا جيت اشيل ففي قوه مؤثره، بس هو وزنه الى جانب كتله الكرسي نفسه، او وزن الكرسي الى جانب وزن الشخص اللي عليه بقت اكتر، فانا بشد لفوق لكن هو بيشد ده لتحت. هنا اقول له ايه؟ اللي معاه اللي هي 53 زائد واو ناقص اللي عكس اللي هي القاف بيساوي كاف اللي هي ب10 في الجيم اللي هي ب2. اللي معاه ناقص اللي عكس بيساوي كاف في ج. دي القوه دي كان مديها لك ولازم كان يوضح اصلا ان هي بالنيوتن. الواو اللي هي الوزن اللي هو كاف د، الكاف ب10 بضرب في 9 و8 لان ده قانون نيوتن لازم بالنيوتن. اهو اللي معاه ناقص اللي عكس بيساوي كاف في ج. معادله عاديه ودي بعكس الاشاره هتجيب القاف طلع ب 131 ايه؟ نيوتن. يلا سريعا بقى. هو مديك العجله مقدارها كام؟ في ناحيه اليمين، فده معناه ايه؟ اللي معاه ناقص اللي عكس يعني 37 47 ناقص طول واو، والواو اللي هي ايه؟ اللي هي كاف
د اللي مع ناقص العكس بيساوي كاف في ج. الكاف هو مش موجوده، والجيم هو مديها لك بكام؟ ب3. معادله عاديه ما فيهاش مجهول غير مين؟ غير الكاف. كمعادله يعني المفروض ان انا اودي دي مع اخواتها العكس الايه؟ واخد واجمع الكاف واقسم الكلام ده كله. يبقى اقول هنا معادله وصوصه وهي بتضرب، وهي بعد ما اتضربت في الهواء ايه اللي بيأثر عليها؟ طب ليه مفيش قوه؟ ماشي بص اقول لك مصطلح هو اكبر من سنك، هو مش ثالثه سنه واحده. هتدرس الكلام ده ربنا يكرمك تخش كلها عمليه علوم بقى ايا كان، هتدرس الكلام ده. في نوعين من القوه. قوه اسمها الكلام ده اكبر من سنك بس يفرق معايا تفهمه. قوه اسمها القوه المحافظه وقوه اسمها القوه غير المحافظه. القوه المحافظه هي القوه الملازمه لحركه الجسم، بتفضل موجوده طول ما الجسم بيتحرك. القوه غير المحافظه هي مش مضطره تبقى موجوده طول ما الجسم بيتحرك، يعني ممكن تكون اثرت للحظه واختفت. فمثلا انا راكب ايه؟ موتوسيكل فوق دايس بنزين مره، شلت ايديا وانا بدوس بنزين والجسم سرعته بتزيد ولسه بدوس بنزين، دي قوه محافظه. اول ما اشيل ايدي من على البنزين وهي بتتحرك بالباقي من طاقه الحركه بتاعتها دي اسمها قوه غير محافظه. الرصاصه ينطبق عليها قوه غير محافظه. ضربت هي مجرد ما خدت الدفعه من جوه مسدس وهي في الهواء مفيش قوه مؤثره. مفيش قوه مؤثره، مفيش قوه مؤثره غير مقاومه الهواء. ما هو لو في قوه مؤثره وهي في الهواء بتزقها لقدام ما كانتش وقفت. هي خدت الدفعه الاولانيه خلاص. فهنا الرصاصه لما تتضرب في الهواء مفيش معنى في ايه؟ عكس يساوي كف ج. الجسم لما يقع في رمله، انت لما تنط في البحر ايه اللي بيأثر لتحت؟ وزنك. ايه اللي بيأثر لفوق؟ المقاومه. فاللي مع ناقص العكس بيساوي كف ج. المظله ايه اللي بيأثر لتحت؟ الوزن. ايه اللي بيأثر لفوق؟ المقاومه. فاللي مع ناقص العكس بيساوي ايه؟ بيساوي كف ج. خلينا ننجز الجزئيه دي بسرعه. يا وليه بطاريه يا وليه بس ما الفيديو عندك. يلا. أثرت سيارة ساكنة يبقى سرعة ابتدائية بكام؟ صفر. كتلتها كام؟ 4.5 طن على جسم، فأصبحت سرعته كام؟ 27 خلال إيه؟ دقيقة. هو كده مديني يا رجالة؟ مديني السرعة الابتدائية بكام؟ صفر. ومديني السرعة النهائية بكام؟ 27 بس محتاجة تتحول خلال دقيقة. اللي هو الزمن اللي هو كام؟ إيه الخير؟ 60 ثانية. خلاص؟ المعلومات اللي هو مديهاني دي تنفع للقانون الاول اللي هو عين بيساوي عين صفر زي الجيم نون. عين نهائيه بس ضغطت في 5 على 18 عشان احولها بيساوي عين صفر اللي هي بصفر زائد الجيم في النون اللي هي 60 ثانيه، وقسمت طلعت الجيم بكام؟ بتم. وانا عارف لما ضل الجسم متحرك بعجله يبقى اللي مع ناقص العكس بيساوي كف ج. ما جابش سيره حاجه عكس خالص، لا مقاومه ولا احتكاك ولا اي حاجه. يبقى اللي مع بيساوي كاف في ج، وهو عايز القوه. الكاف احنا لسه جايبينها وهو مديها لنا بكام؟ ب4.5 طن في الجيم اللي هي تم. احسب الكلام ده كله هيطلع معايا الناتج بكام؟ بالرقم ده بس بالايه؟ بالنيوتن. عمو رخم طالبها بالايه؟ بالسكر. بعد ما تحسب حسبتك عادي اقسم على الكام؟ على 9 و8. انا ماشي يا عمو نيوتن سلام. ماشي من عندك فاقسم على الكام؟ على 9 و8. نفس الكلام. تعال هنا. ما تناقشوا معايا في السؤال ده بس بصوت عالي. بالله عليك رد معايا. السرعة القوة مقدارها كام؟ على جسم ساكن يبقى السرعة ابتدائية بكام؟ يبقى عندنا منهج ثالثة اللي كانوا بيقولوا ان هو ما بيتحلش. علم رياضة. السرعة القوة مقدارها 10 نيوتن على جسم ساكن كتلته 8 فتحرك بعجلة منتظمة، فإن المسافة المقطوعة خلال كام؟ رد عليا. هو جاب سيرة السرعة النهائية؟ لو ما فيش سرعة نهائية يبقى اشتغل بالقانون ده. طيب هل جاب سيرة مقاومة؟ لا، فيبقى القاف بيساوي كاف في ج. القاف هو مديها لك بكام؟ ب10 والحمد لله بالنيوتن. بيساوي كاف بال8 في الجيم. اقسم يبقى انا كده جبت الجيم. طيب واحنا اتفقنا ان احنا هنشتغل بالقانون ده. في بيساوي عين صفر نون زائد نص ج نون تربيع. مقصتك الحلوه طلع الناتج. مقصتك ايه؟ ودي بعكس الاشاره طلع الناتج. احسبها على الاقل طلع الناتج. اطلقت رصاصه. كتلتها كام؟ اهو
طلعها على شكل رسم. اطلقت رصاصه كتلتها 7 جرام من فوات مسدس بسرعه، يبقى السرعه هنا كام؟ سرعه ابتدائيه 245 متر كل ثانيه على حاجز راسي، فغاصت فيه مسافه، غاصت فيه يبقى السرعه ان هي بكام؟ 12 وربع سنتي. بس انا هقسم يعني المسافه دي ال 12 وربع دي هقسمها على كام؟ على 100 عشان اخليها بالايه؟ بالمتر. قبل ان تسكن يبقى السرعه ان هي بكام؟ بصفر. اوجد بالثقل مقاومه الخشب. مش هو عايز المقاومه اللي في قانون نيوتن اللي تحت؟ يبقى انا هبدا بقوانين الحركه. عندي سرعه ابتدائيه وعندي سرعه نهائيه وعندي مسافه. يا راجل يا محترم، سرعه ابتدائيه وسرعه نهائيه ومسافه، يبقى القانون ده والله الكلام مفصل نفسه، انت ممكن تحل من غيره. سرعه ابتدائيه اشتغل بالقانون ده، عين تابع السرعه النهائيه عشان هو هيسكن في الاخر بصفر بيساوي السرعه الابتدائيه اهي زائد 2 في الجيم مع عرفاش في الفهم مقسومه على 100 لانها كانت بالسنتي، وادي ده بعكس الاشاره واقسم على الرقمين دول هيطلع معاك الجيم بالسالب. طب الرصاصه لما تتضرب مفيش حاجه بتاثر عليها غير المقاومه، فيبقى مفيش معها في عكس، يبقى سالب م بيساوي كف ج. سالب م اهي بيساوي الكاف بس قسمتها على 1000 لان كتله الرصاصه كانت بالجرام في الجيم. طلعت المقاومه بالايه؟ بالنيوتن. قمت قاسمها على 9 و8 لان عمو طالبها بالايه؟ اوجد بالثقل كيلو جرام. هو فكره السؤال حضرتك هتحل. سقط جسم كتلته 3 كيلو جرام من ارتفاع كام؟ 10 متر على ارض رمليه، فغاص فيها مسافه 5 سم، فان مقاومه الرمل. هقول لك فكره السؤال وحضرتك تحل. كل الفكره ان في هنا جسم هيقع على حاجه فيها رمل، اسمها دقيقه، لحد لما يحصل له هيسكن. يعني السرعه ان هي بكام؟ صفر. بقول اسمع دقيقه. كل الفكره ان انا اعمل ايه؟ هنا بيتحرك فين؟ في الهواء، فاتحرك بالعجله اللي هي د لحد ما اجيب السرعه دي. اشمعنى؟ في الاخر مش هتعرف تحل بسبب الدقيقه دي. هنا في الهواء فهشتغل بالدال، جوه في الرمله فهشتغل بالايه؟ بالجيم. مهتم ان انا اجيب السرعه دي لان هي مشتركه نهائيه للفتره الاولى ابتدائيه للفتره الثانيه. بعد كده بعد ما تشتغل بالقانون هنا في الهواء وهنا في الميه بقانون الحركه، تنزل جوه في رمله، الجسم في رمله، ايه اللي بيأثر؟ وزن. وايه اللي طالع لفوق؟ مقاومه. فاللي مع ناقص اللي عكس بيساوي كاف في ج. لازم كل الناس تحل. حاول ترسمها رسمه واضحه هتلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل. بص يا معلم، سقط الجسم من ارتفاع 3 كيلو جرام يبقى سرعه ابتدائيه بصفر. كتلته 3 كيلو جرام من ارتفاع 10 متر على ارض رمليه. خلينا في الجزء ده. عين تربيع بيساوي عين صفر تربيع زائد 2 ده الفي لانه واقع في الهواء. عين تربيع اللي هي السرعه النهائيه اللي هي ابتدائيه للثانيه. باخد الجذر عين صفر تربيع 2 في الدال في الفي ب 10. خدت الجذر طلعت معايا السرعه ب 14. دي السرعه الفاصله ما بين الهواء وما بين الميه. في الميه او في رمله نفس القانون، عندي السرعه ان هي بصفر لان الجسم هيسكن في رمله، بيساوي السرعه الابتدائيه اللي انت لسه جايبها من الفتره الاولى اللي هي ب 14 زائد 2 في الجيم ما اعرفهاش في المسافه اللي انت مشيتها 5 سم بس قسمت على 100 عشان احولها. حسبت طلعت الجيم بالرقم ده. القانون بيقول لك ايه؟ اللي مع ناقص اللي عكس بيساوي كف ج. اللي مع وزن الجسم، اللي عكس المقاومه بيساوي كف ج. مجرد تعويض مباشر مفيش حاجه بيقولها غير المقاومه، طلعت معاك بالرقم ده. قسمتها على 9 و8 عشان هو عايزها بالايه؟ عايزها بالصفر. هنا بيقول لي فصلت العارة الأخيرة من القطار وكتلتها 24.5 طن عندما كانت سرعتها كام؟ 54. العربية الأخيرة لما تفصل سرعتها وقت الانفصال كام؟ نفس السرعة بتاعت القطر. أنت بعد ما تيجي ثانوية عامة بكرة ركبك معاك العربية ماشي على سرعة 100 ومديك برجلك بيخلص منك. هو كان ماشي بسرعه 100، انت سرعه انفصالك على العربيه في اللحظه دي كام؟ لانك تاخد سرعه الوسط المادي اللي اتحرك جواه. فهنا فصلت العربيه الاخيره من القطار وكتلتها كام؟ وكانت سرعتها كام؟ 54. توقفت بعد كام؟ 125 متر. توقفت يبقى السرعه النهائيه بكام؟ بصفر. السرعه النهائيه صفر.
فإن مقاومة جلب، فإن مقاومة العربة المنفصل. خلاص بقى، ما انت عندك سرعه ده انا ببص اهو من غير ما ابص بعينيا، انت عندك سرعه نهائيه وعندك مسافه هتشتغل بالقانون عد تربيع بيساوي صفر تربيع زائد 2 جيم فين؟ جبت الجيم هتنزل تحت العربيه المنفصله ما بيأثرش عليها قوه، بيأثر عليها قوه، يبقى سالب 2 بيساوي كف الجيم، لسه جايب الجيم الميم من فوق او الجيم من فوق وجايب الكاف موجوده هتجيب السالب 2 من الموضوع الثاني. انت خلاص بتحل بعينيك مش محتاجه حاجه. كله بقى يسيب اللي في دي. صلى على النبي. يلا. طب انا الفيديو شغال. ماليش دعوه باللي هو عامله. انا ماليش دعوه باللي هو عامله، عندي حاجات ثابته. كاف دال جت اهي. الكاف بكام؟ اللي هي 2 من 10 كيلو جرام. يبقى 2 من 10 في الدال جت اهي اللي هي جت 30. وهنا كاف دال جايه اهي اللي هي 2 من 10 في الدال في جت 30. جهز يا باشا حاجاتك. ماشي. المهم انت هنا جمعت ايه؟ جمعت اللي هنا، جمعت اللي تحت واللي فوق واللي هنا. فبيقول لي اذا كان تحرك الجسم الى ايه؟ الى اعلى بعجله مقدارها كام؟ 2. فالمفروض ايه؟ اللي مع ناقص اللي عكس بيساوي كف ج. اللي مع اللي هي قوه ناقص اللي عكس اللي هي كاف د ج اهي بيساوي كف ج. الكاف هو مديها لك خلاص بايه؟ ب 200 جرام. طبعا دي كانت المفروض تتحول، فخلينا نقول ان دي كده لخبطه في السؤال نفسه وان دي بالكيلو جرام عشان يعني نتجنب التحويلات، يبقى هو ما غلطش. فاللي مع ناقص اللي عكس بيساوي كاف اللي احنا فرضنا ان هي بالكيلو جرام وده غلط منه في الجيم اللي هو قايل لك بكام؟ ب 2. وادي بعكس الاشاره جبت الكاف بالنيوتن. تاني يلا نبدا سؤالنا. اجهز معطياتي الاول. ايه معطياتي؟ في هنا كاف دال جاهي، في هنا كاف دال جت اهي. ايه؟ العكس. انا ركزت مع ان الكتله مش موجوده. في هنا كاف دال جاهي وهنا في كاف دال جت اهي. انا ركزت مع ان الكتله مش موجوده وان هو معوض عنها بكام؟ ب2. فهنا كان المفروض يكتب ايه؟ 2 دال. يعني هو كده مديني الكتله بس هي مش موجوده معطى او اتمسحت، لان فاكر السؤال في الكتاب الاساسي. يلا. فكده الكتله اللي عندك بكام؟ ب2. جسم موضوع على مستوى املس تحرك تحت تاثير قوه مقدارها كام؟ 1.5 ثقل كيلو جرام. فهنا العجله الاول جاهز القوه بتاعتك جاهزه. في قوه هنا بكام؟ 1.5 وفي قوه هنا كاف دال اهي. فالمفروض ايه؟ اللي مع ناقص اللي عكس يساوي كف ج. انا عايز اعرف مين اللي مع ومين اللي عكس. القوه اللي عندك مقدارها كام؟ 1.5 اروح اضربها في كام؟ فطلعت بكام؟ ب 14 و7. يبقى في قوه هنا كده مقدارها 14 وكام؟ و7. تعالى نحسب الكاف دال اهي طلعت بكام؟ 9 و8. يا ضحى بعد ما ارسم رسمه محترمه بعيد عن اللحوسه دي، رسمه فيها رقمين عشان اعرف مين الكبير ومين الصغير، اقول اللي مع ناقص اللي عكس بيساوي الكاف اللي هي بكام؟ ب2 اهو. اللي مع ناقص اللي عكس بيساوي الكاف اللي هي ب2 في ج. اقسم وهات الناتج. دي المساله الوحيده اللي موجوده في كتاب المدرسه على قوه مايله. خلاص تعالى كده واحده واحده. معلش يا كيمو، حد يطلع موبايله صور السؤال ويمليه. يلا يا باشا. ايه ده بقى؟ اولا انا عايز الرسمه اوضح حاجه. خلاص واجي هنا شبكه البيانات المحترمه. في هنا ايه؟ في هنا ايه؟ كاف دال جت اهي، كاف دال جا اهي،
وهنا لسه ما اعرفش فيه ايه، بس هنا فيه ايه. اقرا بس السؤال. وضع جسم كتلته 25 كيلو جرام بس الكاف ب 25 على مستوى امن يبقى 25 دال جا وهقف لحظه، ودي 25 دال جتا وهقف لحظه. يمين على المستوى الافقي بزاويه اهي، بزاويه اهي، حيث ظا اهي بتساوي 4/3. ظا اهي بيساوي 4/3، مش الظا بيساوي مقابل على المجاور، فيبقى الجا بيساوي 4/5 والجتا بيساوي 3/5. فانا ممكن اعمل حاجه حلوه قبل ما كمال يكمل، هشيل هنا ايه كاف دال جا اهي واقول له ايه 25 في الدال في جا اهي اللي هي بكام على الكام؟ 4/5، 5 في 1 5 في 5 5 في 4 يبقى 20 دال. فيبقى هنا ايه الجزء المعفن ده كله ب 20 دال. طبعا الدال ب 9 و8. وهنا كاف دال جتا اهي يعني 25 في الدال في جتا اهي، لو طلعت فوق الجتا بكام على الكام؟ 3/5. 5 في 1 5 في 5 5 3 15. يبقى انا اشيل الجزء ده كله واحط مكانه ايه؟ 15 دال. انا بنضف الرسمه. كمل. اثرت عليه قوه افقيه نحو المستوى المقدره. ما كملش. اثرت عليها قوه افقيه، هو قال افقيه؟ طلعها من هنا. افقيه اهو. هو ده الافقيه، في زاويه هنا ايه؟ اهي، في زاويه هنا اهي. ليه؟ عشان في حرف اف عامل كده. معايا؟ شايفاه؟ انا مش هينفع ابوظ الرسمه، في حرف اف مقلوب بالمنظر ده كده. تمام؟ فكده انا عندي الجو الجاتا اصلا بتاعت الايه، فالدنيا حلوه. قوه افقيه مقدارها مقدارها 30 ثقل كيلو جرام. 30 ثقل كيلو جرام. او ان العجله وقوه رد فعل المستوى. ماشي. اولا 30 ثقل دي اروح اضربها في كام؟ في الدال اللي هي 9 و8 عشان تبقى بالنيوتن. ففي قوه هنا كده مقدارها ايه؟ 30 دال، فتحلل هنا ايه؟ 30 دال جتا اهي، وتحلل هنا ايه؟ 30 دال جا اهي. طب معلش يا مستر شيل الجتا وحط مكانها كام على كام؟ 4/5. يبقى 30 في 4/5، 5 في 1 في 6 تطلع معاك 24 دال. الجاب 3/5. الجاب 3/5 ماشي، على 5 في 4/5 في 6 تطلع معاك ب 18 دال. شويه كلام في النص. هنا 30 دال جا اهي اللي هي دي، يعني 30 في 4/5، 5 في 1 5 في 6 24 دال. لو انا بقى راجل محترم برسم رسمه كده واضحه، اقول له بص يا معلم اللي باين عندي هنا ان في هنا ايه؟ في هنا 18 دال، في هنا ايه؟ 20 دال، في هنا ايه؟ وفي هنا 24 دال و15 دال، يعني 29 39 دال. فابدا اقول له ايه بقى يا باشا؟ خلاص السؤال على نضيف بقى. اكيد باين ان دي اكبر صح؟ فالجسم يتحرك لايه؟ لاسفل، فاللي مع ناقص اللي عكس بيساوي كاف، والكاف هو مدالك بكام في المساله؟ اصل انا الكاب ب 25. الكاف ب 25 بيساوي كاف في ج. هحسب دي وهقسمها على كام؟ على 25. كده جبت مين؟ كده جبت. كل ما الرسمه تبقى واضحه كل ما الموضوع يبقى اسهل. طيب هو كمان كان في نفس المساله عايز رد الفعل. طب ما رد الفعل اللي فوق بيساوي اللي تحت. دي حتى كاتب لك تحتيها ايه؟ اشتغل بيها انت لما يبقى عايز رد الايه؟ الفعل. فيبقى ايه بيساوي 39 دال. واحسب ده اللي هي 39 في 9 و8 وركز كل النواتج دي طالعه بالايه؟ بالنيوتن. بص يا جميل، حاجه من الحاجات اللي هتوفر عليك في الحل ونسيت اكتبها في القوانين وانت ومزاجك تفتكرها او لا، تفتكرهاش كله من وقتك ومجهودك. لما ما عندك مستوى مايل وانت سبت جسم يقع من هنا، سبته يقع ما اثرتش عليه بقوه، عجله الجاذبيه في العادي بايه؟ لما تسيب جسم يقع على مستوى بالمنظر ده كده هتبقى العجله هنا دال جاهه، عشان ما تقعدش تحل وتمشي خطوات. طب معلش يا مستر اثبتها لي. اللي مع مفيش عكس طبعا لان ده مستوى املس، فاللي مع ناقص اللي عكس بيساوي كاف في ج. شيل دي مع دي هيبقى الج بيساوي ايه؟ الج بيساوي كاف في د. فقلنا في الاخر الج بيساوي ايه؟ د الجاهي. طب ده لو هو نازل، طب لو هو طالع، لو هو طالع السرعه بتقل فالعجله بالسالب، فلو هو طالع بتاثير الوزن بس، يعني انت حذفت الجسم وسبته، فساعتها الج بيساوي ايه؟ سالب د الجاهي. دي هتوفر عليك وقت. لما الجسم يتساب بتاثير وزنه بس د الجاهي، يتحدف ويتساب بتاثير وزنه بس سالب د جاهي.
تعال هنا اهو بتأثير وزنه بس وايه اتساب انه استحار الجسم على مستوى مائل الاملس يميل على الافق بزاويه اتساب ينزل، فيبقى ج بيساوي ده الجاهل. خلاص انا يعني مثلا سؤال زي كده اهو، وقف الفيديو بص عليه هتلاقيه عمل نفس الكلام، بس المره دي كان طالب رد الفعل برضه مفيش حاجه، هو نفس الكلام. بتحدد مين القوه الكبيره دي، طلع واحده طلعت ب 80 وواحده طلعت بكام، فاللي معنا اصل العكس يا جدعان. لو فهمتوا السؤال الاولاني كل ده زيه، وقف الفيديو حلو. الفيديو اللي احنا فيه دلوقتي تعالى هنا ينزلق جسم من السكون بس، يبقى الجيم بيساوي ايه؟ د جاه، يبقى د جا 30. ينزلق جسم من السكون من قمه مستوى يميل بزاويه كام؟ فوصل الى قاعده المستوى، يبقى هو بدأ من هنا وصل هنا، فوصل بعد قد ايه؟ عايز طول المستوى، طول المستوى اللي هي الحته دي، يعني هو عايز المسافه اللي مشيها. هل فارق معاه السرعه النهائيه؟ ربنا ما فرق معايا، انا عايز المسافه. بشتغل بالقانون ف بيساوي عين صفر اللي هي بصفر، لان هو قال لك ايه؟ ينزلق يساوي عين صفر زائد نص ج نون تربيع واحد، وانت كده كده جبت الجيم. الجيم اللي هي ايه؟ بتأثير وزنه اللي هي ده الجاهل. كلام هلس بتأثير وزنه، مش محتاجه حاجه. انا فوتت سؤال بس هو ما فيهوش فكره، نفس الكلام. بس هنا في حاجه في الرسمه، وضع جسم على مستوى املس طوله كام؟ تعالى نقسمها كده، المستوى نفسه طوله كام؟ وطرق ليهبط. تمام؟ هو كده مديك مين؟ المسافه. خلاص ما تشتغلنيش بقى، طرق ليهبط يبقى كام؟ ده الجاهل، يبقى ده الجاهل دي العجله. طيب وبدال طرق ليهبط ومديني مسافه ومش فارق معاك سرعه نهائيه، يبقى اشتغل بالقانون ف بيساوي، ولا هو مديني سرعه نهائيه بكام؟ ب 14، يبقى اشتغل بالقانون ده. خلاص انت قادر تحدد من شكل السؤال معترض. تعال نشوف الاحتكاك بقى. انا احل مساله واحده على الاحتكاك، واحده بس هي اللي هتلم الدرس كله. الاول طول ما القوه كده يبقى الاحتكاك في الاتجاه الايه؟ المضاد، فيبقى اللي مع ناقص اللي عكس بيساوي كف ج، ودايما اللي فوق بيساوي الايه؟ اللي تحت. وعشان خاطري اول ما تلاقي احتكاك جهز رد الفعل الاول، اقطع على نفسك جزء. طب القوه لو مايله حللها، الواي بياخد جتا والبعيد ياخد ايه؟ وكمل حل عادي. تعالى هنا كده اهو سؤال حلو في دقيقتين. يلا العجله هنا بكام؟ ب2 والجسم ماشي الناحيه دي، فاللي مع اللي هو 24 ناقص اللي عكس اللي هو الاحتكاك. لا 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 ثواني، في احتكاك، انت قلت لي جهز رد الفعل الاول. رد الفعل بيساوي ايه؟ بيساوي 5 د، فاللي مع ناقص اللي عكس بيساوي كاف اللي هي كاف ب5 في ج. احسب ده كده واقسمه على الكام؟ على 5. جبت مين؟ لا احنا نسينا حاجه، او عندنا لخبطه مش طبيعيه، يعني لخبطه وحشه. اللي مع مين؟ اللي مع ال 24. بتحلل لا لا، مين العكس؟ الاحتكاك اللي هو ايه؟ الاحتكاك اللي هو م كاف في ر اللي احنا قلنا ان هي ب5 د، احنا نسينا اصلا م كاف. كل ده بيساوي كاف اللي هي 5 في الجيم اللي هو مديها لك بكام؟ ب2. دي معادله ما فيهاش اي مجهول غير مين؟ الميم كاف اهي. اودي ال 24 بعكس الايه؟ واقسم على 5 د. تعالى هنا لو فهمت دي الدرس انتهى معايا. يلا اولا ايه الثابت؟ الثابت ان في هنا ايه؟ كاف د جاه، في هنا ايه؟ كاف د جت اهي. طيب وبين الجسم نازل لتحت اهو، هو قايل لك يبقى الحاء لفوق. جهز الاول، جهز الاول رد الفعل. الموضوع معاك صعب. الموضوع علق في دماغي. يبقى ايه بيساوي كاف د جت اهي، جهز ايه؟ ماشي. ايه بقى الحل؟ اللي معاه اهو ناقص اللي عكس اللي هو م كاف في ر، وره احنا لسه قايلين ان هي مين؟ كاف د جت اهي، اللي معاه ناقص اللي عكس بيساوي كاف في ج. بص اللي معاه ناقص اللي عكس م كاف في ر اللي انت لسه قايل عليها بيساوي كاف في ج. دي كمعادله عاديه، اودي دي بعكس الايه؟ واقسم على الليله دي هيطلع معاك الميم كاف. تنقل خلاص ما كملناش دقيقتين. تنقل الصناديق في احد المصانع بانزلاقها على مستوى طوله كام؟ 15 وارتفاعه كام؟
9. يوستينا الطول ده ب 15 والارتفاع ده بكام؟ 9. فمبدئيا انا عندي الجو والجتا والظل. تمام. من السكون يبقى هو اتحط هنا بسرعه ابتدائيه كام؟ 0 وبتساب لحد ما ينزل هنا. بدأ حركته من السكون عند قمة المستوى وذلك عند قاعدة المستوى وكان معامل احتكاك كام؟ ربع. اوجد مين؟ السرعة. مبدئيا سريعا بقى اهو انا بصيت على السؤال مره زيك وانا راجل مسن يعني المفروض فارق عقلي عن عقلك. هو مديني ايه؟ هو مديني سرعه نهائيه ومديني معاه مسافه يبقى القانون بتاع السرعه النهائيه والمسافه اللي هو عين تربيع بيساوي عين صفر تربيع زائد 2 د ف 2 ج ف ماشي. بس هو بما انه عايز السرعه النهائيه يبقى انا هشتغل بالقانون بتاع اللي مع ناقص اللي عكس بيساوي كف ج واجيب الجيم وارجع لده. فمين اللي مع؟ والجسم نازل لتحت يبقى اللي مع كاف د ج ناقص اللي عكس الاحتكاك اللي هو م ك ر ور احنا مجهزينها. فاللي مع اهو اللي مع ناقص اللي عكس وحطيت معامل احتكاك بيساوي كف ج وقسمت المعادله كلها اطراف المعادله كلها على الكاف يبقى لي ج بيساوي الليله دي حسبتها ورحت للقانون اللي لسه قايل عليه وحليته وطلعت الناتج. خلاص يا معلم ربنا يديك على قد تعبك وعلى قد نيتك.